ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبريكاته على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات متابعي قناة سلام الفضائية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله أيامكم باليمن والبركات، وجعلني وإياكم ممن يحفظ القرآن ويعمل به. حلقتنا اليوم تدور حول دستور الأمة، القرآن الكريم. القرآن الكريم الذي قال الله عز وجل فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، المتلو بالألسن، المحفوظ في الصدور، المسطر في الكتب. هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله جل وعلا ليكون بركة على هذه الأمة، وليكون نبراسا ودستورا يقودها إلى ربها تبارك وتعالى. حلقتنا اليوم سنتحدث فيها عن القرآن الكريم مع ضيفنا الدائم في حلقات قضايا إريتريا، فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا بكم يا شيخنا الكريم. أهلا وسهلا، مرحبا بك والمشاهدين. بارك الله فيك. شيخنا الكريم، لن نتحدث عن القرآن الكريم كتفاصيل جزئية في القرآن، ولكننا سنتحدث عن القرآن الكريم ونربطه بشعبنا الإريتري. ولكن قبل أن ندخل إلى هذا الأمر، أود منك باختصار أن تحدثنا عن بعض فضائل القرآن الكريم ليكون مدخلا لهذه الحلقة الثرية إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وتفكرا وعملا ودعوة وتحاكما، وألا يجعلنا من أهل الهجران والعياذ بالله الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إلى ربه يوم القيامة قائلا: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذا الكتاب كما تفضلت في مقدمتك هو الصلة بين أهل الأرض والسماء، وهو الهداية التي تعهد الله بها لحظة نزول آدم وحواء إلى الأرض: فإما يأتينكم مني هدى. وهو المسيرة على كل التي ارتبطت منذ نزول آدم وإلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ظلت تتوالى وتتتابع تحت مسمى الإسلام. يعني كلمات الله تبارك وتعالى وكلامه لعباده ظل تحت مسمى الإسلام يتنزل على تاريخ البشرية إلى أن تكامل وتم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الكلام الإلهي ظل في كل فترة، أو هذه الرسالات في كل فترة تأخذ اسما، في كل فترة تأخذ اسم. يعني الاسم واحد من حيث، لكن ككتب
ورسالات تحمل مضامين كلام الله تختلف الأسماء. فقد يكون مثلا في فترة موسى عليه السلام يسمى بالتوراة، وفترة عيسى يسمى بالإنجيل، وفي فترة داود يسمى بالزبور، ومع إبراهيم عليه السلام الصحف، وهكذا. لكن المضمون واحد، كلها حمل لكلمات الله، حمل لمضامين ما أراده الله تبارك وتعالى. فمراد الله عز وجل وما يريده من عباده مضمن في كلامه، مضمن في كلامه. فنحن هذا القرآن الذي بين أيدينا باختصار، بعيدا كما تفضلت عن التفاصيل، هو عبارة عن مراد الله وتوجيهاته والعبر والعظات التي يحكيها لنا من خلال السرد للتاريخ البشري للمآلات التي سنؤول إليها. فهو باختصار شديد تعريف بالله من خلال كلامه، ومن خلال تعليم آياته الكونية والنظر فيها، ومن خلال السرد لقضايا لا يمكن الوصول إليها إلا بإخبار الله لنا، مثل كيف بدأ الخلق وإلى أين سينتهي. لو قلنا الآن من خلال حركة البحوث سنصل إلى نقطة البدء ونقطة النهاية، لن تستطيع أن تصل. ولذلك الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب ضمنه النقاط المفصلية التي لا بد أن يعرفها المسلم، سواء في نقطة البدء وطريقة السير ومنتهى السير وما بعد هذا السير في حياتنا الدنيا إلى الحياة الأخروية من جنة أو نار. كل ذلك سبحان الله تجده لذلك هو كتاب هداية. الله تبارك كتاب هداية، ومن تمسك به فقد تمسك بالصراط المستقيم. نحن الآن نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط؟ هو الذي يهتدي إليه الناس إلى الحق جل جلاله. هذا الحق وهذا الاهتداء ذكره الله في أول سورة البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا هو كتاب الهداية. فنحن باختصار شديد كلام الله تبارك وتعالى المنزل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، المتضمن لقضايا العقائد والإيمان والتشريعات وقصص السابقين ومنتهى الحياة الكونية وما يكون مؤديا إلى الجنة أو مؤدي إلى كل ذلك، نجده من خلال هدايات الكتاب في هذا القرآن العظيم. هذا من حيث المقدمة الأساسية. فضل هذا الكتاب يكفيه فضل أنه كلام الله. الله أكبر. فكلام الله تبارك وتعالى لا شيء أعظم منه. فمن تعبد به ارتقى إلى الله، ومن اهتدى به اهتدى إلى الله، ومن جعله مدار تدبره وتفكره فارتقى إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى كل هذا القرآن أعظم ميزة يتميز بها أنه ليس كلام بشر، ولا ينتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا نسبة الرسول المبلغ، لكنه كلام الله جل جلاله. فيكفي أن الإنسان وهو يقرأ المصحف ويتدبر في القرآن هو يناجي ربه، يعني الله يحدثك من خلال إيه؟ من خلال كلامه. هذا أعظم فضل. لو أننا والله ما فعلنا إلا أننا أدركنا هذا المعنى العميق في القرآن الكريم، إن والله أن الله بعث إلي أنا كمكلف رسالة ويخاطبني بها بشكل مباشر، يقول لك والله افعل ولا تفعل، حتى لو نسيت الكون كله أنت معك إيه؟ معك كلام الله جل جلاله، فيه الأمر، فيه النهي، فيه الإرشاد، فيه الدلالة، فيه الهداية، فيه البشرى، فيه الإنذار، فيه الشفاء، فيه الرحمة. هذه كلها سبحان الله من القضايا اللي أنت تستفيدها من خلال معرفتك بأنك مع كلام الله جل جلاله. الأمر الثاني كونه كلام الله له هذه المكانة، له هذه العظمة، أيضا من دلالة هذا القرآن العظيم مما فيه أن فيه الهدايات الكلية. من فضله فيه الهدايات الكلية اللي ذكرتها: هدايات الإيمان، هدايات التشريع، هدايات المعرفة الكونية، هدايات الأخلاق، هدايات الإرشاد. كل هذه الهدايات موجودة في هذا. فإذا أنت عندما تقدم عليه تقترف من هذا الأمر. النقطة الثانية فيه أيضا رحمة لمن أقبل عليه. يعني بعض الناس سبحان الله تجده أعجمي ولكنه يقبل على القرآن فينال الرحمة، ينال رحمة الله تبارك، لأنه هو كتاب الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة سبحان الله وصف الله بها نفسه، ووصف بها كتابه، وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وصف بها صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، رحماء بينهم. فهذا الكتاب كلما المسلمون تمسكوا به صاروا رحماء بينهم، كلما تمسكوا، لأنه كتاب رحمة. أيضا هذا الكتاب من أفضاله
أنه يبشر أهل الإيمان بكل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة، فهو كتاب بشرى، هدى وبشرى. أيضا وهذا الكتاب فيه تقريبا من الأشياء المهمة جدا مسألة الاستشفاء بالقرآن فيما يتعلق ابتداء بأمراض القلوب. يعني جميل. سبحان الله، كثيرا ما تحصل لنا في أمراضنا العضوية أمراض كثيرة جدا باطنية وظاهرة، ونقدم على الطبيب والطبيب يعطينا الوصفات. هذا القرآن الكريم يشرح هذا الإنسان في عقله وفي نفسه وفي روحه وفي وجدانه وفي تذوقه وفي حركته البدنية، ويعطيه الوصفات. كل حالة لها إيه؟ لها وصف. فلو نظرنا إليه في الجانب الباطني هو فيه شفاء لأمراض القلوب كلها من شرك وكفر وجحود وتكذيب، وفيه كذلك من الناحية السلوكية قضايا الحسد والبغضاء والكراهية وتمني ما عند الناس وقصد غير وجه الله تبارك وتعالى. فهي الأمراض الداخلية كلها، الرغبة فيما عند الناس، إرادة غير وجه الله، التوكل على غير وجه على غير، كل ذلك مما هو أمراض القلوب تجد علاجها وين؟ في القرآن. إذن هو كتاب شفاء. الله عز وجل لما قال فيه شفاء للناس، فهو يستشفي به الإنسان في بواطنه كما أنه أيضا يستشفى به في قضايا أيضا الأعراض البدنية. فباختصار شديد أن هذا القرآن العظيم فضائله تنبع من أنه كلام الله تبارك وتعالى، ففيه بعد ذلك الهدايات وفيه الإرشاد وفيه الرحمة وفيه البشرى وفيه كذلك الإنذار وفيه الارتقاء في الحسنات، الحرف فيه ب10 حسنات. لكن أختم هذه الجزئية بقول النبي صلى الله عليه وسلم التي صنف فيها الناس إلى 4 أصناف من حيث تلاوة القرآن والعمل به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، وهي نوع من أنواع الفواكه. قال طعمها حلو وريحها طيب. يا سلام. يعني حلوة المذاق وجميلة الرائحة أو طيبة الرائحة. هذا المؤمن الذي يتلو القرآن ويعمل به. يا سلام. قال والمؤمن الذي لا يتلو القرآن لكنه مؤمن وقد يكون ملتزم بأحكام الله لكنه ليس قارئ للقرآن، ليس له صلة، هذا مثله قال كالتمرة طعمها حلو ولا ريحة لا ريحة له. سبحان الله. فكأنما القرآن يفوح حامل القرآن. يا سلام. فيه في كل الأوصاف فيه رائحة إيه؟ رائحة طيبة، وإذا يعني تقمصه في دواخله وعمل به له طعم إيه؟ طيب. طعم طيب. قالوا مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به كمثل الريحانة. رائحته طيبة وطعمه مر. سبحان الله. حتى وهو فاجر يتلو القرآن ستجد فيه رائحة طيبة. أيوه. أقدم عليه لأن ما يظهر فيه أنه ظاهره الطيبة. نعم. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن فإن ظاهره سيء وباطنه سيء، وبالتالي كمثل الحنظلة طعمها مر وريحها أيضا يعني ولا ريح له. نعم. فهذا الحديث سبحان الله جعل القمة فيه لمن يتلو القرآن ويعمل به. فإذا كان الإنسان أقبل على كتاب الله وعمل بما في كتاب الله ريحة طيبة وطعم طيب ونفع للناس في هذه الدنيا. حقيقة يا دكتور حسن الكلام عن القرآن الكريم يجعلك تنسى أي شيء. نعم صحيح. لأن الكلام في القرآن الكريم لا ينقضي. نعم. ولا شك أن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه. نعم. سبحان الله. صحيح. على مر الزمان ما زال علماء القرآن يكتشفون فيه ويستخرجون من فوائده ويستلهمون من آياته وعظاته. سبحان الله. الآن ننتقل يا دكتور إلى شعبنا الإريتري في الداخل. شعبنا الإريتري في الداخل لا شك أننا مؤمنون مسلمون، ولكن السؤال يطرح نفسه يقول ما هو حال الشعب الإريتري في الداخل مع القرآن الكريم من ناحية الاهتمام ومن ناحية المشاعر؟ اهتمام ومشاعر. أحسنت. سبحان الله. وكما تفضلت شعب الإريتري المسلم منذ القدم، أولا أن الشعب الإريتري المسلم دخله الإسلام ليس بالسيف، ولكن دخل في دين الله تبارك وتعالى رغبة منه وحبا في قيم هذا الدين وتمسكا به
وياما تعرضت هذه المنطقة، منطقة الحبشة بشكل عام، تعرضت للكثير من الابتلاءات والتمحيص، وباعتبار كانت منطقة تدافع على كل، باعتبارها منطقة رباط، ففيها كان التدافع على الإسلام المسيحي. تعرض المسلمون لفتن لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ومع ذلك ظل شعوب هذه المنطقة وشعبنا الإريتري تحديدا سبحان الله متمسك بالقرآن الكريم من حيث التعليم. يعني كل الفترات، سواء كان في فترات الاستعمار الإيطالي، البريطاني، العهد الأثيوبي، ما بعد العهد الأثيوبي الآن في العهد الوطني، كل هذه الفترات سبحان الله لم نشهد فيها أن الشعب الإريتري تخلى عن قضية مسألة تعليم القرآن. إنه تجد مفهوم الخلوة عندنا، مفهوم الخلوة وارتباط الطفل من الوهلة الأولى، الأب حتى لو كان أميا سبحان الله لا يقرأ ولا يكتب، لكن حريص على أن ابنه ينشأ على القرآن الكريم. صحيح. وهذه سبحان الله عشناها تقريبا في كل العهود وكل العصور. رأينا كيف أن يعني الخلاوي القرآنية ونيران القرآن اللي كان كل طالب يأتي فيه بالفترة المسائية بحطبته، الحطب اللي هي حتى تضاء النيران، نيران القرآن، وعلى هذه النيران كنا نقرأ القرآن الكريم في قرانا البعيدة النائية، لا فيها مشيخات كبيرة ولا فيها مساجد كبيرة، ولكن عبارة عن أكواخ بسيطة وأشياء بسيطة جدا، لكن كانت سبحان الله قوتها ونورها وبرهانها وهداياتها كانت في إن نحن ننشأ على القرآن الكريم. فهذه أول يعني تكاد تكون سمة بارزة في مجتمعنا الأريتري، ويبدو هذه تدخل في جزئية المشاعر إن إجاز التعبير. فمسألة إنه نحن مرتبطين مشاعريا بالقرآن الكريم، وبعد ذلك حقيقة قد تختلف مسارات الناس. أنا أقصد بالمشاعر يا دكتور حسن مدى تقدير الشعب الإريتري للقرآن الكريم وتقديسه. أحسن. يعني أنا أعتقد أنه في يعني مفردات تبين أن الشعب الإريتري له تقديس خاص للقرآن الكريم. أنا أقصد هذا أحسن. على كل موضوع المشاعر هذه ربما سبحان الله تلمسها بشكل كبير أول في مسألة الاحترام والتقدير ووضعية المشيخة نفسها، مشيخة القرآن الكريم، طريقة تعاملهم في مقر القرآن الكريم. يعني في دلالات كثيرة جدا تبين لك على أنه والله هم يعطون هذا القرآن قدره من حيث التقديس، من حيث الاحترام، من حيث التوقير، من حيث حتى تلمس ما فيه. يعني تجد كثير من الأسماء نحن نحاول نأخذها من وين؟ من القرآن. نور، محمد، برهان، كذا، هذه كلها تلقاها مأخوذة من القرآن الكريم. فمشاعر حقيقة الشعب الإريتري تجاه القرآن الكريم مشاعر عظيمة وجياشة وكبيرة، وكل القرى تكاد تكون هذه المسألة على كل. فهذا فيه جانب المشاعر وجانب الاهتمام في البدايات على الأقل. هنالك طبعا نحن لا ننسى يعني في كل بلد تختلف حالة الأمة واهتمامها بالقرآن الكريم من خلال أيضا طبيعة السلطة القائمة في البلد. إذا كان والله هي تهتم بالقرآن وبتعليمه، وهنا أنا لما أتكلم عن السلطة لا يعنيني أنه والله هي سلطة مسلمة أو غير مسلمة، لكنها بما أن الدين يشكل قيمة أساسية في شعبها، وهنالك كتلة من هذا الشعب تنتسب إلى هذا الدين، فيفترض أنت والله تعطي هذا باعتبار جزء من شعبك وعقيدة جزء من هذا الشعب والتزام وتقدير لهذا الشعب. فالحكومات على كل التي تقدر شعبها هي التي تحاول أن تنظر ما الذي يريدون. يعني أنا في هذه المناسبة ربما أذكر يعني أحد مشايخنا كان يقول نيلسون مانديلا، الراحل نيلسون مانديلا، لما جاء إلى السلطة ورجل طبعا متصف بالعدل وعاش فترات من الظلم طويلة جدا، نسبة المسلمين في جنوب أفريقيا لا تتجاوز 5 إلى 7%. فيقال هذا العدد البسيط ناداهم وقال لهم كونوا لجنة وحددوا لي ما هي القضايا التي يريدها ويطلبها المسلمون في هذا البلد. يا سلام. حصل. فهذه ليست القضية في حجم البشر اللي موجودين حتى ولو واحد، لكنه مواطن موجود في هذا البلد عنده الحق في أن يتمتع بحقوق دينية. فهنا أنا بعيدا عن طبيعة السلطة إيش شكلها، هي مسلمة غير مسلمة، ليست القضية، لكن هذا شعب، نسبة من هذا الشعب منتسبة إلى هذا الدين، هذا الدين يجب أن تراعيه وتعطي شعبه حقه. فعلى كل للأسف الشديد نحن طبعا فترات الاستعمار لاحظنا فيها طبعا غياب الاهتمام، باعتبار أن المحتل أصلا لا ينظر إلى تطلعات الشعوب ورغباتهم ومطالبهم، ولكن يفترض في العهود الوطنية أن تأتي هذه الحالة على كل موجود. للأسف الشديد في العهد الوطني لم ينال طبعا الاهتمام اللازم
من حيث اهتمام بخلاء القرآن، اهتمام بمعاهد، لا بالعكس، ظل الاهتمام بالمدارس إلى حد ما، وفي نوع من التساهل صحيح من أو التجاهل أو التغافل للحالات غير الرسمية من خلاء القرآن والمعاهد، لكن ليس هنالك اهتماما رسميا. طبعا لما لا يكون هنالك اهتمام رسمي بالمؤسسة القرآنية تحديدا، هنا أنا أتكلم عن خلاء القرآن الكريم أو المعاهد الشرعية أو التخصصات، ما دام أنت عندك مثلا شعب، قول يعني أكثر من نصف هذا الشعب أنت شعب مسلم، يفترض أن تكون والله مؤسساته الدينية، هنا أتكلم الدينية بالمفهوم بتاعت الدول الحالية، جميل. دينية المحصورة في تلاوة القرآن وتعليم الصلاة والزكاة والصوم والأشياء المعروفة هذه، اللي في حقيقتها لا تمس حتى السلطة السياسية نفسها. صحيح. هنا يفترض أن يكون هنالك نوع من الاهتمام والعناية من أعلى إلى أن تصل إلى مستوى أن تكون لك مثلا كليات تقرأ القرآن الكريم ويتخصص فيها رجال القرآن الكريم، تبدأ بالخلوة وتنتهي في النهاية بشنو؟ بما يمكن أن نسميه الآن مثلا كلية القرآن الكريم وعلومه. في النهاية يخرج لنا مشايخ لهم اختصاص بالقرآن، معرفة بالقرآن، لأن هذا شعب مسلم. صحيح. فأنت محتاج على كل إلى هذا النوع من لكن طبعا هذه للأسف الشديد غير موجودة، ويمكن أكاد أقول بأن موضوع الاهتمام ينتهي بنا في المعاهد الشرعية ولا تذهب بعد ذلك. فإذا أردت الكمال والتمام والتعليم أكثر في هذا المجال ستضطر إلى الخروج، وهذه معيبة جدا صراحة في حق شعبنا ودولتنا وأمتنا الإريترية. أعتقد معيبة جدا. يفترض أن يكون المسلمون لهم من المراكز والمؤسسات ما يجعلهم مكتفين مكتفين في داخل بلادهم. صحيح. أنا لماذا أذهب إلى السودان؟ لماذا أذهب إلى مصر؟ لماذا أذهب إلى السعودية؟ وأنا أول بلد دخله الإسلام وأول من هاجر إليه المسلمون، فيفترض أن تكون هذه واحدة من ذاكرة شعبنا التي يعتز بها ويهتم بهذا الموروث التاريخي الكبير والعظيم جدا. وحتما كان سيكون آثار هذا الموضوع وبركة هذا الموضوع تظهر حتى على بنية الدولة وأجهزتها ومؤسساتها الشعبية. ولا شك يا دكتور بالنسبة لاهتمام الشعب الإريتري طبعا الشعب الإريتري اهتم بالقرآن بالقدر الذي وصل إليه، نعم، بالقدر الذي يستطيعه، بقدر المشايخ اللي كانوا موجودين في البلد يبلغون. نعم. أنا أذكر أن القرآن الكريم عندنا في إريتريا مقدس بشكل يعني ملفت للنظر، حتى أن الواحد منا لا يتجاسر أن يحمل المصحف هكذا. نعم صحيح. يدليه، إنما صحيح. يحفظه هكذا، بل يقبلون المصحف، وإذا وجدوه ساقطا في الأرض تجد الواحد تنتابه يعني نوع من مشاعر الخوف أن المصحف رمي أو قطعة من المصحف. نعم صح. فهذا كله دلالة على أن القرآن الكريم حاضر في نفس الشعب الإريتري في تصرفاته وفي حركاته وفي الاستشفاء به وبالبركة وبأخذ البركة من القرآن الكريم، كل هذا حاضر في الشعب الإريتري. طيب السؤال، هل يوجد عندنا في بلادنا في إريتريا، هل يوجد عندنا حفاظ للقرآن الكريم، حفاظ للقرآن الكريم وبالروايات العشر المعروفة؟ هل يوجد عندنا إلى هذه الدرجة أم ما هو الواقع على الموجود كل في إريتريا؟ يعني نظرا طبعا من الصعب أن تجيب على المستوى الفردي، لكن كظاهرة غير موجودة، كظاهرة أن نقول نعم. كبقية البلدان إنه ما شاء الله عندي مجموعة من الرموز الكبيرة والظاهرة التي تحاول أن تقرأ القرآن بالسند ويتلقى عنها طلاب الخلاوي، يأخذون عنها ثم يسندون بعد ذلك إلى هذا الشيخ، ويقال بأن الطالب الفلاني أخذ سنده عن الشيخ الفلاني في مدينة أسمرة في مدينة كرم. هذه ربما لا تكون حقيقة الأسف الشديد بهذه الصورة، وإن وجد مجموعة من الحفاظ ويقومون على كل بأداء واجبهم في تحفيظ القرآن الكريم، لكن لم نصل بعد. وأنا يمكن ضمن الجزئية اللي كنت أذكر فيها قضية مأسسة هذا الموضوع، صحيح. الوصول إلى أن يكون عندي كلية، كما أن هنالك الآن قبل فترة ربما كان في تخريج لمجموعة من الكنيسة الأرثوذكسية بتراتب معين وبتسلسل معين وبمشي بوضعية على كل من رجال دين. فأنت بنفس الطريقة هذه أنت محتاج أن يكون عندي كلية تحفيظ القرآن الكريم التي تأخذ القرآن بهذه الصورة، تتدرج بهم إلى أعلى ما يمكن الوصول ثم علوم هذا القرآن. نعم. فقط في هذا الجانب أنا أعتقد للأسف الشديد هذه طبعا غير موجودة، وإن كان طبعا هنا لا نعمم على الأريتريين خارج البلد، لا نحن نتكلم على الداخل البلد. نعم. هذه إشكاليتهم حتى هذه اللحظة للأسف الشديد. طيب لماذا؟
إيش السبب؟ السبب في ذلك أنا ذكرت بأنه والله كل الجهود اللي في داخل إريتريا في موضوع القرآن جهود شعبية. جهود شعبية، وأنت تعرف وضع الشعب الإريتري في الداخل، إمكاناته المالية، قدراته البشرية، قدراته التعليمية لا تصل بهم إلى هذا المستوى. وأنا حقيقة أشيد بشكل كبير جدا كل الخيرين اللي في داخل إريتريا لا زالوا محافظين على شعلة القرآن الكريم، وعلى إنه والله تسمع يعني بعض المناطق اللي يكون فيها ما شاء الله خلاوي لا زالت مستمرة وتدرس. وأشيد كذلك الأوقاف في الآونة الأخيرة واهتمامها الذي في الآونة الأخيرة ربما لاحظنا بعض الذين اشتركوا في مسابقات، أيضا مسابقات هذه سنعود إليها دكتور. مهمة جدا هذه الجزئية في غاية الأهمية. أيها الإخوة، فاصل قصير ونعود إليكم. وأهمية هذا الموضوع تكمن في أن الشعب الإريتري يحتاج إلى مزيد من الجهود حتى يصل إلى أعلى ما يمكن لسيره. فالدول المجاورة لنا هي ليست يعني أحسن منا في الوضع السياسي والوضع الاقتصادي، ولكن حفاظها يعني مشهورين على مستوى العالم. فنسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد والرشاد. سنعود إليكم بعد الفاصل، انتظرونا. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ تعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. أيها الإخوة والأخوات، عدنا إليكم والعود أحمد. ما زلنا مع القرآن الكريم في بلدنا الحبيب إريتريا. كنا قبل الخروج إلى الفاصل نتكلم عن قضية هل يوجد مقرئين وحفاظ على مستوى عالي، وكنا قد وصلنا إلى موضوع أن إدارة الأوقاف في إريتريا يعني بدأ منها بعض الاهتمام، فيا ليتك تتحفنا بهذا الاهتمام الذي نظرت إلينا. في الآونة الأخيرة طبعا حصل بعض التطور في موضوع الأوقاف فيما يتعلق باللجان. يعني حصل اهتمام باللجان المسجدية في المناطق، وفيها نوع من الاختيار أن الناس تختار ممثليها وكذا. فهذه حقيقة أدت المناطق نوع من الاهتمام، لأن الذين يتصدرون صاروا من يختارهم الشعب وممن يكون فيهم الاهتمام على كل بهذا الجانب. هذا لاحظنا بعد ذلك أثره في المسابقات الخارجية، يعني بدأت من داخل إريتريا تظهر بعض الشخصيات التي تشارك، وهذه صراحة لفتة. يعني لأول مرة يمكن الناس تظهر في أن يكون هنالك من داخل إريتريا من يشارك باسم إريتريا في المسابقات القرآنية. أعتقد هذه المسائل لو وجدت اهتمام بشكل أكثر اهتماما، هنا أنا لا أريد أيضا أن نحمل ذاك أحيانا، يعني قد تكون السلطة لها أولوياتها، لها مواقفها، لا كذا، لكن قد يكون مطلوب منها أنها والله تسهل لأهل هذا البلد صحيح الطرق التي يستطيعون يحافظون بها على هويتهم وعلى دينهم في خلال التواصل مثلا مع المسلمين في المناطق الأخرى. فمثلا أنت يمكن أن تنظم مثلا ما يعرف بقوانين العمل الخيري حتى تستطيع أن تكون هنالك منظمات، مثلا الآن في منظمات عالمية قرآنية مثلا تهتم بالقرآن وتعليمه في كل مكان. فأن يكون هنالك تواصل بين أهل البلد، في المسلمين من أهل البلد مع إخوانهم في الخارج، هذا من الأشياء التي تساعد. أيضا الاهتمام الداخلي، أهل البلد نفسهم أن تكون لهم نوع من الاهتمام، كل منطقة وكل قرية وكل مدينة تشكل نوع من الاهتمام بهذا الموضوع تحديدا، لأنك أنت ستلاحظ سبحان الله متى ما استطعت أن تغرس القرآن الكريم في الطفل منذ طفولته فإن ذلك مؤثر في مسيرته كلها. تغرس فيه سلامة اللسان، تغرس فيه سلامة القيم، تغرس فيه البركة، تغرس فيه حب الله ورسوله، وأن يكون ابتداء ما فتحت عليه. ثم ثبتت أيضا من خلال دراسات عديدة جدا بأن من استسهل عليه القرآن سهل عليه كل شيء. يعني من إذا سهل الله تبارك وتعالى لك القرآن وافتتحت بالقرآن فإن كل الأمور الأخرى تبقى سبحان الله ساهلة. وهذه لاحظناها من خلال التجربة. الطلاب الذين يعني يتصدرون بدايات عمرهم بالقرآن الكريم تجد كل العلوم الأخرى بالنسبة لهم سهلة، تتفتح لهم العلوم، يكونوا ما شاء الله من النابغين والناجحين. وهنا على كل له دلالة بما يتعلق بحجم المخزون العقل الذي يختزنه هو في عمر 7 سنوات 8 إلى 10 سنوات، لما يكون عندك من المفردات العربية بعدد القرآن الكريم. يعني أنت عندك كم هائل. وهذا على كل المخزون العقلي هنا بحجم، يعني أنت أمامك لو افترضنا إنه والله عندي 60,000 مفردة، فأنت اختزنت في هذا الطفل 60,000 مفردة في عقله. وهذه لها علاقة بالعقل والتوسع العقلي. ولذلك القرآن لما يتكلم جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالجانب العقلي وارتباطه بالمفردات على كل، واتساع هذه المفردات، ثم التأمل دلالات هذه المفردات وأثرها على السلوك وأثرها على العقل والتفكير، أعتقد هذه لها أيضا فوائد كبيرة جدا. أضف إلى ذلك بأن هذا المسلم من يهذبه أخلاقيا ويربيه ويرتبه ويجعله مسلما صالحا في المجتمع هو انطلاقه من قرآنه. فإذا عزلته عن القرآن الكريم لا يمكن أن تطالبه بعد ذلك بأن يكون مؤمنا، بأن يكون مسؤولا، بأن يكون خائفا لربه، حريصا على مجتمعه، قيما بأخلاقه. لا تستطيع. لماذا؟ لأن كل ذلك مرتبط بالنسبة له كهوية مرتبطة بقرآنه. هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى. وبالتالي على كل مسألة الاهتمام والتركيز في هذا الجانب سواء في المؤسسات الرسمية كالأوقاف والديانة بشكل عام، أو من خلال القرى والأرياف والمدن، والاهتمام بهذا الجانب
ولو استطاعت الناس أن تطور هذه المسائل من خلوة عادية إلى مركز مثلا أو مدرسة قرآنية، يمكن المدرسة القرآنية نفسها أن تكون جامعة للعلوم الدينية والعلوم كذلك الدنيوية، كما هو كثير الآن من البلدان فيها هذا الجانب، حتى لا يتصور بأن والله لما نقول القرآن الكريم، للأسف الشديد بعض الناس طبعا الذين يعني فهموا القرآن معنى معينا، يعني للأسف الشديد في فترة من الفترات الآن اختلف الوضع بعض الشيء، فترة من الفترات كانوا يظنون بأن الدرويش هو من يرتبط بالقرآن. الله المستعان. أيوه، ويقول لك يا أخي أنا أريد ولدي يدرس حاجة كويسة عشان يقدر يشتغل. سبحان الله، نسوا بأن هذا القرآن الكريم ليس بهذا معنى. سبحان الله. يرتقي بك ارتقاءات عظيمة جدا. الآن كثير من البلدان المبدعين والنوابغ في الدراسات القرآنية قد يكونوا مهندسين، قد يكونوا أطباء، قد يكونوا رجال فكر وفلسفة، وبالتالي التصوير هذا في إنه والله ربط القرآن بإنه والله لا نريده للمأكلة أصلا، نحن موضوع إنه والله ندرس عشان يشتغل، لا، الشغل خليه يكون عنده الهباب، يشتغل مهندس، يشتغل مزارع، يشتغل راعي، يشتغل مش مشكلة، لكن القرآن له علاقة بطريقة حياته في الحياة، سبحان الله. في هذه الحياة كيف يعيش، حتى لو كان مزارعا بسيطا يعلمه القرآن كيف يتعامل في مزرعة. فهذه المسألة على كل مهمة جدا ونحن نلفت إليها. طيب شيخنا، أنا أقول لا ينبغي بعد أن ذكرنا موضوع الاهتمام بالقرآن في الداخل الإريتري، لا ينبغي لنا أن نمر على مثل هذا الكلام ولا نشيد ولا نذكر أولئك الأبطال. حقيقة أنا أسميهم أبطال لأنهم كانوا يجتهدون ويجاهدون في سبيل تعليم القرآن الكريم بالقدر الذي أوتوا. فهؤلاء يعني مشايخنا، أنا أذكر وأنا طفل صغير يعني مررت على أكثر من شيخ. أنا أذكر شيخنا الشيخ عمر عليه رحمة الله، هذا الرجل كان يجتهد من الصباح إلى المساء، يأتيه في الصباح مجموعة، وبعد العصر مجموعة، إلى قريب المغرب، فكان يجتهد بالقدر الذي آتاه الله عز وجل أن يعلمنا القرآن الكريم على أقل تقدير، حتى نستطيع أن نقرأ القرآن بالطريقة الصحيحة التي كان يتقنها. فهذا الشيخ عمر وهذا الشيخ سعيد وهذا الشيخ نور حسين. فأنا ودي يعني لو تعرج على بعض المشايخ الذين تلقيت عليهم من باب يعني حفظ الفضل لهؤلاء الفضلاء. حياك الله. على كل هؤلاء كما تفضلت هم الأبطال المجهولون. سبحان الله. يعني أبطال بمعنى الكلمة، البطولة الحقيقية في أنك تحمل رسالة للمجتمع، وأن تحمل هداية للمجتمع، وأن تحمل مشاعل العلم والهدى والنور للمجتمع، يعني وأن يذهب الناس يتنافسون في الدراهم والدنانير ودنياهم، وأنت تذهب في صلاة الفجر لتحاول أن تعلم طفلا وأن تلقنه آيات من كلام الله تبارك وتعالى. فحقيقة هؤلاء كما تفضلت يعني جميل جدا أن لا نمر عليهم مرور الكرام، وأن لا يذكر يعني يتم تجاهلهم. بالعكس، هؤلاء حتى هذه اللحظة أنا أقول إن كانت هنالك من بطولة حقيقية فهي لحملة القرآن الكريم الذين لا زالوا صامدين في الداخل ومرابطين في الخلاوة القرآنية بالرغم من شح الإمكانات ومن قلة المادة، ولكن مع ذلك سبحان الله ما يرجونه عند الله تبارك وتعالى قد يكون هو. طبعا نحن بالنسبة لنا كما تفضلت يعني درسنا في فترة من الفترات، يعني أنا مثلا درست على جدي عليه رحمة الله والد الوالدة، وكان من الذين يعني يكتبون القرآن بأيديهم، يعني الله. كان عنده نسخة خاصة وشهدتها وقرأت فيها حتى بعد وفاته. فكان هذه مفتتح القرآن عندي كان على جدي موسى عليه رحمة الله، وكان ما شاء الله رجلا غنيا ما كان عنده، لكن كان مفرغ نفسه لموضوع القرآن، ثم ينطلق بعد ذلك في حياته، يعني عنده ما شاء الله من الرعاة ومن الأشياء، ما كان أصلا يعني هو فقط دوره الإشراف في قضاياه الدنيوية، لكن مفرغ نفسه لموضوع القرآن الكريم وتدريس هذا القرآن. هذا أثر علينا صراحة بشكل كبير جدا، ولأنك أنت فتحت في حالة أسرة ثم تدرجنا بعد ذلك مع مشايخ آخرين أيضا، يعني مثل بعض مشايخنا في غرب إريتريا مثلا مثل الشيخ محمد علي جميل عليه رحمة الله، هذا كان من المشايخ أيضا الأفاضل الذين تربينا عليهم، وكان يعني شوية نحن وقتها تدرجنا في الحالة الدعوية بعض الشيء، لكن ظللنا نحن أمامهم تلاميذ لأنهم كانوا بالنسبة لنا يمثلون الرموز الأولى التي تلقينا عليها كلام الله تبارك وتعالى. حقيقة هؤلاء يعني الشيء دار أقوله ما هم فرد ولا فردين ولا ثلاث، تجد مثل هذا النوع في كل قرية من قرى إريتريا، وفي كل ربوعها، وفي كل مدنها، وفي كل مساجدها الكبيرة، ستجد سبحان الله من يشار إليه
بالبنان، علمه من علمه وجهله من جهله، ولكن إن كانوا مجهولين لأهل الأرض فحتما ليسوا مجهولين لأهل السماء وليسوا مجهولين الله تبارك وتعالى. هؤلاء حقيقة يعني تمنيت لو أن وجدت فرصة للتوثيق لهؤلاء، التوثيق للأئمة، التوثيق للقراء، التوثيق للمشايخ الذين في فترات بالذات فترات كان فيها نوع من الآن شوية الآن الوسائط الحمد لله ما شاء الله تسمع القرآن بالإذاعة بالتلفزيون، الآن قناة السلام عندها ما شاء الله برنامج مستمر للتعليم عن بعد. فاليوم الوسائل تيسرت، لكن في السابق ما كانت هكذا. صحيح. في السابق كان المسألة لابد أنك والله. ثم أيضا هؤلاء أنفسهم حتى أيضا لا أنسى هؤلاء أنفسهم لو سألت نفسك كيف درسوا ستلاحظ بأنهم والله كانوا يذهبون إلى السودان. نعم. شمال السودان وودب صالح في الجزيرة وقرى مدني ومناطق القدين في غرب وشرق السودان. هذه المناطق كلها كانت عبارة عن مواقع للقرآن، يذهب إليها الناس من أقاصي إريتريا ليتعلموا القرآن الكريم ويعودوا بعد ذلك. منهم من يرتقي بعض الشيء ويذهب بأقدامه إلى جمهورية مصر العربية ليذهب يدرس في الأزهر، يدرس في وأعرف هنالك حتى بعض أصدقائي توفوا في هذا الطريق، نسأل الله يرحمه. فحقيقة هذه المسيرة الحافلة، مسيرة البحث إلى النور وإلى الهداية، هي البحث عن الذات في حقيقتها. يعني الإنسان يبحث عن ذاته من خلال البحث عن كلام الله والبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يحتاجون حقيقة إلى توثيق. نعم. وإلى تدوين ومعرفة تضحياتهم ولكن أيضا نحن لا نتجاهل ما هم الشباب اليوم. يعني اليوم أنا أعرف حقيقة الكثير من الشباب الذين ما شاء الله مجرد ما أنهوا دراستهم في أي منطقة من المناطق عادوا إلى قراهم، عادوا إلى مدنهم ليكونوا حملة نور وحملة هداية، وإلى الآن تستمر بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن إلى الآن حتى أيضا نحمد الله لم نمر ما مرت عليه بعض الشعوب كما كان الوضع مثلا في شرق آسيا، مثلا الاتحاد السوفيتي وما عاشه الناس وما يحكى. يعني نحن اليوم بفضل الله مساجدنا مفتوحة، خلاوينا مفتوحة، مشايخنا موجودين. يعني لم تشن علينا حربا بتلك الصورة اللي ربما كان الناس يعني يحكوا لنا إخوة في الاتحاد السوفيتي مثلا أنك أنت تسلم طفلك لشيخ تحت الأرض وتستلمه بعد 4 سنوات لا تراه إلا وهو حافظ. هذه الحالة تصور أنت كيف أن الشعوب المسلمة. فنحن على كل بفضل الله سبحانه وتعالى نسأل الله المزيد من فضله، محتاجين إلى أن والله هذا الفضل الذي نحن فيه والنعمة التي نحن نزيد فيها، ونحرص على أن نستجلب مزيد من الحقوق. على كل حال يا دكتور الآن ننتقل أيضا مع الشعب الإريتري ولكن خارج الديار. نعم. طبعا يوجد عدد لا يستهان به في خارج الديار من الإريتريين، فنسأل ذات السؤال: ما هو حال الإريتريين مع القرآن الكريم في خارج إريتريا أينما كانوا، في أوروبا، في أمريكا، في كندا، في الخليج، في السودان، وربما في اليمن، في أثيوبيا، أيا كانت الديار التي حوتهم، كيف هو حالهم مع القرآن الكريم؟ هم على كل ليسوا سواء. نعم. يعني في بعض المناطق اللي على الأقل تعتبر محيطة بإريتريا وقريبة من العالم العربي والإسلامي، هذه تجد أوضاعها كأوضاع بقية المسلمين الموجودين في البلد. فمثلا ستجد أن الوضع في السعودية نظرا لمسألة القرآن وتحفيظ القرآن وكذا، ستجد أن المساحة أفضل والحالة الدينية أفضل وجملة الحفاظ فيها أيضا أكبر، والتطور لدرجة اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا قراء مميزون وينتشرون ووصلوا إلى مراتب اليوم بفضل الله في مراتب متقدمة من الحفظة اللي يشار إليهم بالمنى. هذا على كل في منطقة الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية. اليمن الوضع فيها أيضا مثلا مخيمات اللاجئين في الخوخة مثلا فيها الحمد لله بعض المعاهد الشرعية وبعض المدارس اللي فيها أيضا هذا الاهتمام. السودان هذه يمكن من أفضل المناطق أيضا اللي يشار إليها في موضوع فترة يمكن العشرينية الماضية كان هنالك مراكز تحفيظ القرآن فقط، مهمة هذه المراكز العناية بالقرآن، ثم إذا حفظ القرآن الكريم دفعت به إلى المدارس أو دفعت به إلى المعاهد، ولا يحاول أن يذهب إلا بعد أن هذه المساحة على كل مساحة طيبة سواء كان في مخيمات اللاجئين أو في المدن على كل السودانية. فالسودان تعتبر منطقة أيضا جيدة في هذا الاتجاه. تأتي المعضلة أو المشكلة الكبيرة حقيقة لما يذهب الناس إلى أوروبا. أوروبا وضعها ليس وضعا عاديا كما هو الحال في السودان. يعني أنت في السودان قد أحيانا يأخذك الحياء
وقانون العيب كما يقال، إنه والله ود ناس فلان حفظوا ولدك ما يحفظ الفاتحة، دي نفسها تحرك بعض الناس. بعض الناس تحركهم إنه والله الولد نفسه يقول لك يا أبوي أبناء فلان وفلان مشوا حفظوا أنا ما حفظت، فتلقى نفسك في حرج. لكن لما تذهب إلى أوروبا إن لم تكن أنت من يحمل الهم ويهتم بالطفل ويتابع ويسأل عن مواطن تحفيظ القرآن أو المدارس اللي فيها اهتمام بالقرآن وتعليمه، هنا ربما يحصل نوع من، أو حتى الشخص يكون عنده القدرة أن يربي أيضا بنفسه، يعني عنده القدرة أن تكون الأم عندها ما شاء الله شيء من القرآن، الوالد عنده شيء من القرآن، فيكون هنالك على كل نوع من الاهتمام. هنا تتفاوت على كل أيضا حالة في أوروبا بحسب وجود الكتلة المسلمة سواء كان من الإريتريين أو غير الإريتريين. إذا وجدت كتلة مسلمة إلى حد ما بيكون في مسجد وبيكون في نوع من الاهتمام بالقرآن، وإذا لم يكن الشخص ساكن في وسط هذه البيئة فالتحدي حقيقة كبير. وهنا نلاحظ كثير من الإريتريين ربما يعانون من هذه الحالة. هي حقيقة يا دكتور، هي أشعر أن قضية تعليم القرآن الكريم بالنسبة للإريتريين في أوروبا، نعم، يعني أشعر أنها قضية مرتبطة بالهوية الإسلامية. نعم، فتجد عملية الاهتمام نعم هي نابعة من أن في ترسيخ الهوية الإسلامية من خلال نعم تعليم الأولاد القرآن الكريم. صدق. هي صحيح مرتبطة بهذا الاتجاه، وهذه نفسها مرتبطة بشيء آخر، الشخص نفسه وشعوره بالهوية. صحيح. يعني للأسف الشديد بعض الناس يكون ذهب وهو عنده أصلا راسخة فيه فكرة العلمنة، فكرة أن يكون علمانيا مثلا. هذا طبعا للأسف الشديد لا يبالي كثيرا بأنه والله يرسخ في ابنه هويته الإسلامية واعتزازه بدينه وكذا. لكن العوام بشكل عام سبحان الله، عامة الناس، وهذه يمكن فوق 90%، عامة المسلمين الأريتريين فيهم هذه النزعة، فيهم نزعة إنه هم والله مسلمين ويجب أن يرسخوا في أبنائهم أنهم من أهل الإسلام. فعلى كل العامة من الناس أشعر بأنهم أفضل بكثير من كثير من الخواص الذين للأسف الشديد لا يهتمون إلا بالبعد الأكاديمي وهذا الجانب. يعني للأسف الشديد هذه قد تكون ظواهر أو قد تكون حالات موجودة في بعض مجتمعاتنا. يعني على كل حال بالنسبة للقرآن الكريم في خارج الديار، خارج إريتريا، لا شك كما ذكرت يا شيخنا، دول الخليج على العموم والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، السودان بالذات، هذه المنطقة، يعني أنا أشعر أن الإريتريين وجدوا بغيتهم. نعم صحيح. أصبحوا يعني الآن أنا أذكر في بعض المساجد في مدينة جدة وفي الرياض أيضا، يعني أكاد أن أقول أن 90% من الطلاب في بعض المساجد هم من الإريتريين. وهذا يدلل على أن الجالية الإريترية في هذه الدول عندها اهتمام قوي جدا بتعليم الأولاد. طبعا أنا شهدت، أنا كنت مشرفا على مجموعة من التحافيظ، شهدت كثير من أولادنا الإريتريين كانوا على مستوى عالي في القرآن الكريم، بل بعضهم تعدى ذلك إلى أن وصل إلى القراءات 10، بل تعدى ذلك إلى أن أصبحوا مقرئين يجيزون في القراءات 10 وهكذا. طبعا إذا نظرنا للشعب الإريتري كنسبة وتناسب لن يكون هناك عدد كبير، ولكن يوجد شيء يعني يبشر بخير. ولو يعني وجدنا عنصر الاستقرار بالنسبة للإريتريين، أتوقع أنه سيكون هناك شأن أعظم من ذلك. وفي الجامعة الإسلامية في المدينة كان هناك ما شاء الله زملاء كثر من الإريتريين في كلية القرآن الكريم، وكانوا على مستوى عالي جدا في القرآن الكريم. طيب، هل يوجد عندنا، سؤال أخير، هل يوجد عندنا يعني أنا أقصد في الطموح، هل يمكن أن نوجد أرضية لأن نبلغ كإريتريين إلى درجة عالية في القرآن الكريم أكثر مما نحن الآن؟ أنا لا أشعر، يعني أشعر أنه لا زال في فراغ. هل هناك إمكانية أن نصل إلى أعلى من ذلك؟ أحسنت. أول في الجزئية اللي فاتت حتى لا ننسى إخواننا في أستراليا، إخواننا في ماليزيا. نعم. وأخيرا بلغني أيضا وجاء واحد من الزوار من أندونيسيا وبشرني بخير كبير جدا. صحيح. للأسر الإريترية حقيقة اللي موجودة في أندونيسيا، إذا بهم ما شاء الله رغم حداثة عهدهم بالمنطقة، لكن ما شاء الله يقول للمساجد، بعض المساجد خلاص صارت المجموعة الإريترية هي التي عرفت بتحفيظ القرآن والإشراف عليه وكذا، وهذه مبشر حقيقة. وسبحان الله القرآن
يحمل أخبار رجاله. يا سلام. يعني أنا أتوقع أن هؤلاء لولا أنه رآهم في المسجد لما عرف عنهم من في إريترين أصلا في أندونيسيا ولا صحيح. وكذلك الإخوة في ماليزيا. حقيقة نشيد بهذه المناطق كلها لاهتمامها بالقرآن الكريم، اهتمامها بتعليم الأبناء، فهنالك خير على كل في هذه المناطق كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بالسؤال الأخير، أنا أتوقع في الداخل نحتاج على كل إلى بعض الوقت حتى نصل إلى هذا، لكن أحيانا إذا ضاقت بالناس أرض معينة فإن إمكانية العمل خارجها أيضا ليس متعذرا. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هذه الآية سبحان الله من دلالاتها أن المؤمن عليه أن لا يتقيد بالذات في العمل للإسلام والارتقاء بالإيمان والارتقاء بالأخلاق والارتقاء بقيم الدين، أنك والله لا تكون أسير بيئة، لا تكون أسير بيئة معينة. إذا أرادت هذه البيئة أن تحبسني في سقوف معينة يجب أن تخرج من هذا الصندوق وأعمل على هنالك الآن ما شاء الله تبارك الله وسائط كثيرة جدا يمكن من خلالها أن يحصل تطوير. يعني أنا أفضل الآن مثلا لو ذهبنا باتجاه يعني مثلا إيجاد أكاديمية قرآنية أو جزء من أكاديمية عامة لكن فيها أيضا موضوع القرآن الكريم وكلية القرآن الكريم. لا أتصور بأنه والله المسألة فيها صعوبة، وخصوصا بحيث والله الطالب يتلقى القرآن الأساسيات يتلقاها في الخلاب المحلية، فلما يرتقي بعض الشيء يمكن أن يتواصل مع يتواصل مع شيوخ في الخارج. والآن ما شاء الله حتى في المسجد النبوي علمت بأنه على رأس كل ربع ساعة يمكن الطالب أن يدخل ويصحح ويقرأ فإمكانية أن نطور إذا وجدت الإرادة، أنا أتصور أن المسألة واردة. أيضا ربما رجال المال، أنا أقول رجال المال عليهم أيضا أن يستثمروا في هذا المجال. الاستثمار هنا أقول الاستثمار الأخروي قبل أن يكون الاستثمار الأخروي، بمعنى أنه عندك مال وأتاح الله لك هذا المال وأنعم الله عليك بذلك، أخدم به كلام الله تبارك وتعالى. يعني يمكن أن تكون اليوم مثلا في بعض البلدان أن تقيم أكاديمية قرآنية، صحيح. وترتبط المجموعات التي تريد أن تقرأ القرآن مع هذه الأكاديمية، سواء جاءوا جسدا وبشكل مباشر أو كانوا والله عن بعد. أنا أتصور على كلنا المجال لو فكرنا فيه بشكل حقيقي كل الأطراف المعنية بهذا الشأن، سواء كان رجال المال، سواء كان رجال العلم، سواء كان المجموعات اللي تحمل فكر إداري تستطيع أيضا أن تربط بين هذه الجوانب. أتصور بإمكاننا على كل أن نطور إن شاء الله حمل كتاب الله تبارك وتعالى خارج البلد، ويؤثر ذلك أيضا إن شاء الله على داخله. لا شك أن الشعب الإريتري شعب طموح ويحب القرآن الكريم حبا جما، وأنا أتوقع في المستقبل القريب إن شاء الله سنرى أمورا تسر الخاطر في مجال القرآن الكريم. القرآن الكريم عز هذه الأمة ومجدها، من قال به صدق ومن حكم به عدل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. إلى لقاء آخر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من